ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ النهارده بقى يوم مختلف خالص. جوزي بقى قال لي ايه رأيك تاخدي العيال وتروحوا تخرجوا كده خروجه حلوه. بصراحه مصدقتش، ما كنتش بقى مرتبه ان انا هعمل اكل ايه ولا اجيب ايه ولا اعمل اي حاجه. لقيت اسهل حاجه ان انا اعمل مكرونه وكبده على طول، علشان خاطر طبعا لو قعدنا يوم طويل يبقى العيال طبعا يبقى في اكل سهل كده ما يبهدلوش الدنيا وكده. بصوا بقى، انا الكبده هنا ما غسلتهاش زي ما هي كده، هي بتبقى مجمده فسبتها تفك. وبعد كده بجيب بقى توم وفلفل واقطعه يعني ادقه يعني. وبجيب بقى ليمون، بعصر عليها ليمونتين كده حلوين في وسط التوم والحاجه ديت. الليمون دوت، عايزه اقول لكم بيضيع الريحه، الطعم، بيضيع اي حاجه لو فيها زفاره، لو فيها اي حاجه بجد بتبقى تحفه. بتيجي تحمري كده ما تلاقيش ريحه زفاره بقى، وان انت عشان كمان ما بتبقاش غسلاها فلازم تتاكدي ان هي طبعا ما تبقاش زفره. الكبده لما بتتغسل بيبقى فيها زفاره، بالذات الكبده اللي هي بتبقى المستورده وكده. خلاص انا هنا بقى بحط بقى شويه ملح، واحط لها شويه كده ايه، كزبره بسيطه كده، وخلاص مش هحط حاجه تاني. ماشي، هقلبها بقى كده كويس. وبعد ما هقعد اقلب بقى كده هنزل بقى بايه، يعني هسيبها في التلاجة كده لحد الصبح. ده شويه ايه، شويه كمون باين، لا شويه بهارات بس. هقعد بقى اقلبها كده كويس عشان اتاكد انه كله خد التوابل. وبعد كده بقى ايه، هغطيها واحطها في التلاجة. انا ما كنتش جايبه كتير عشان انا كان معايا فطار كده حلو كنت واخداه معايا. كنت واخده جبنه رومي ولانشون وجبنه قريش وفطار كده كتير يعني، وشيبسيهات بقى وقراقيش، وكنت عامله جوافه باللبن و... وشويه بقى حاجات للعيال بقى، البسكوتات والحاجات ديت. عايزه اقول لكم والله بجد كانوا فرحانين جدا. عملت بقى جنبها ايه، عملت شويه مكرونه كده زي العسل كده. عملت الصلصه من بالليل، كان الجو متاخر بقى كده بالليل، ان انا كنت فرحانه جدا ومبسوطه. رحنا جنينه الحيوانات. العيال كانوا مبسوطين جدا، بقى لهم كتير ما راحوهاش. كانت لامورا عندي اول مره تشوف الجنينه اصلا وتروحها. بصوا بقى، هنا الصبح كنت بقى عملت الفنكوش دوت، وجبت بقى بضايه واحده وعملتها. بصوا بقى شكل الكبده بقت عامله ازاي، مفيهاش اي حاجه خالص. والتتبيله بصوا ثابته فيها، تحفه. عايزه اقول لكم والله بجد دي كانت تحفه. هنا بقى معايا شويه رده، هعمل بقى ايه طبعا انا كنت حاطه الزيت على النار. وهنا بقى هفضل بقى اقلب كده بالراحه، مش عشان انا خايفه تتهري، فبعملها بالراحه خالص. خلاص يعني والله يا جماعة أنا ما كنتش عاملة حسابي، فأنا لو كنت عاملة حسابي كنت هعمل طبعا أكلة يعني أكتر من كده وحاجات يعني أحسن. بس يعني والله عايزة أقول لكم إحنا رجعنا بالأكل أصلا ما كناش إلا كام واحدة كبدة كده. إن العيال لما إحنا فطرنا كانت على الظهر كده، ف ما لحقوش جاعوا. واحنا عايزه اقول لكم احنا رحنا في وسط الاسبوع، كان يوم ايه، كان يوم الاربع باين. عايزه اقول لكم ان كانت رايقه جدا، كانت فاضيه. العيال كانوا رايحين جايين كده حوالينا، واحنا مش خايفين ان وسط الزحمه والعيال يتوهوا والشغل اللي انتوا عارفينه ده. بالعكس، كانت طبعا الكافيتيريا اللي بتبقى مثلا مشغله الصب والحاجات دي كانوا فرحانين ويرقصوا ويروحوا وييجوا ويلعبوا بالكوره والكلام ده. انا عندي بس شويه برد كده بس عادي يعني. الشتا بقى دخل وانتوا عارفين بيبقى صعب شويه. بس كان يوم بصراحه يهدي الاعصاب. حلو. وبعدين أنا ما كنتش لوحدي، كانت معايا صاحبتي، فكنت مبسوطه بقى وكده. بس وبعدين عايزه اقول لكم والله يعني هي بس عايزه لمه، يعني بتبقى احلى حاجه في الخروج بالذات لما بتبقى جنينه او ملاهي او كده، بيبقى عايز لمه، مش عايزك انت لوحدك، لازم لما مع بعضيكوا تضحكوا وتهزروا كده. بس كده كنت خلصت بقى. بصوا بقى شكل المكرونه كنت عاملاها الصبح، يعني كنت عامله الصلصه بالليل، والصبح هنا بقى كنا وصلنا وصورتهم عند الباب. بصوا كان عسل ليمون ازاي.
هنا بقى لما فطرنا كنت جايبه بقى خس عشان خاطر اكل بقى القرود والحاجات ديت، وكنت واخده جزر. ايه رايكم بقى في الفطار؟ حاجات كده بسيطه. هنا بقى الاسد، بصوا بقى. قلت بقى اصور لكم المناظر الجميله دي اشوقكم، علشان خاطر لو عايزين تروحوا تتشجعوا يعني وتروحوا تودوا ولادكم. بس والله يعني نصيحه، يعني بلاش تروحوا يوم الجمعه خالص، روحوا وسط الاسبوع بجد. حاجه كده جميله جدا، بسبب ان انتي متخافيش على عيالك. ان وقت الزحمه ده في اي حاجه بتبقى زحمه، مش عارفه تتفرجي، مش عارفه تتمشي، فاهماني؟ هنا بقى لمار كانت خايفة خالص، والراجل ضحك عليها وقال لها تعالي هحطلك روج. طبعا هي فرحت جدا بالروج. وبص بقى كانت عاملة ازاي، كانت زي العسل. انا كنت فرحانة جدا بلمار عشان خاطر كانت اول مرة تروح، وكنت مبسوطة جدا ان هي كانت مبسوطة. هي طبعا مريم طبعا كبيرة وفاهمة، وكانت طبعا هي اللي شبطانة في الموضوع دوت، بس قشطة عادي. بس هنا بقى ايه، لمار كانت مبسوطة بالحيوانات ومستغربة. دي توتة بقى بنتي صاحبتي. بصوا بقى هنا بقى القرود والنسانيس والحاجات ديت، قلت بقى اوريها لكم. وربي هنقول تبسطكم يعني معايا. ويا رب كده الفيديو يكون عجبكم، ويكون خفيف على قلبكم، ويكونوا اتبسطتوا يعني من تغيير الجو. بس